السلام عليكم. طبعا عندنا هذا الطير الفسيفس تمرض، عالجته اكثر من مرة. شوف اللحم شلون صاير مالته، لاحظ اللحم اصفر. شوف العركة الصعبة بعد فسيفس خالي. نقدر وين شوف حتى سبحان الله الفحل والله. شوف ما ياكل اللحم مالته. اي باخ، شوف يعرفه مريض. سبحان الله، ايش قد نفس هالدنيا هاي النفيه. شوف الفحل ذيك الوصله مالته خذاها ما ياكلها. نعل على ابليسك. حتى الذيب يعرف سبحان الله سبحان الله. خلنا ندخل جو اخوان اصور لكم. طينا ريش خليه يلعبون عليه. شوف الله، شوف ياكلها لو ما ياكلها. شوف شلون يعرف مريض. خذ لك التليفون شلون تشبره. يلا شوف جد يحب الريش يتحلى عليه. حتى شمرته بالباب سديت عليه من الطريق. لا طب انت من ابو الفلاح لا ابو التريده. سد الباب. مسحاته ليل نهار محطوطه بيده. سدت الباب عليه مو. شوف جد يحب الصوف. بس طبعا الفحل مثل ما تشاهدون يا احبتي المتابعين، هذا الزر مالته ما جاسه. ليش ما اعرف، يعني هل مريض شافه شي. يعني على الحضانة يا اخي هناك مش. تعال جون صور بالنفيه. لن على ابو الفلاح لا ابو التريد. هاي الرقبه مالته. يلا انتم السابقون ونحن اللاحقون احبتي المتابعين. الفسيفسات شافن خويتهن هنا و اي ها هي تتي الحذاء نوبه ان شاء الله. غير اعطيه حظك. الفحل يا اخواني. لا هسه هاي السوالف دمرتني طين سربت. شوف سويت بيه دمرتني. لا والله
على خلق انا ترى مو عبالك مثل قبل. هذا خلقك ود شقق دشداشه مالتي. لا عوف 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 كافة هاي كلال الخرا، هذا قديم صار الحكي. كبرت انت بعد وصرت كبير وصرت زميل كبير صرت كبير. اشيل لك بهاي السالفه. عنود جون طبعا يتحلى بال هذا الصوف دائما مال الطيور مال الجلود اللي تلقونها جيبوها للحيوانات. شوف 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 وليش ما اخذها تعال. طيب حظك شو انا طقتك اياها. صار بيد الفحل. بس عندك طبعا الفحل هسه تشوفون انتم قطع الريش وهذا ابد ما اخذ ما اكل. لا يشتمها مريضة ما جاسها نهائيا نهائيا ما جاسها حبيبي. والله انت اصيل. زين ديش نفسها دنيا. شوفها هذا الاصيل في ابني ما ياكل شو اسمه. وقف خلنا نطق انا سيلفي. هذا باللثام شلت بالماطور انا. صبحكم الله بالخير يا هلا بالمتابعين. حياكم الله واهلا وسهلا. كل الحب والاحترام والتقدير الى جميع اخواننا ومتابعينا. تعال جون متابعين يشوفونك. تعال جون. هسا يجي اسحاق ويشوف الفسيفس هنا ماكله جون. شوف هسه بس يقطع هو. هسه الاكل قدامه ذيك الساعة ما له دخل نهائيا. ما جرب اللحم. ذاك اللحم مشمور زر كامل. هاي هيك بس قاعد يلعب وهذا الريش يتحلى بيه. تعال جون تعال.
تعال تعال تعال. تريد لك خضيرية ان شاء الله. خيل عليهن والله، خيلتن على شو اسمه. تعال هذا جاني. تعال وين تروح انت؟ شوف العالم هنا متابعينك. نحب نسلم على المتابعين ونشكركم جزيل الشكر. شوف الفحل ما هذا صوت طير الخضيري. اشكركم على التعليقات، ويسعدنا وشرفنا مرور الجميع. قناة الصياد ابو اسحاق هي قناتكم، مختصة للصيد والترفية، وهدفنا سعادة الناس والمتابعين. تشاهدون هيك لقطات. جيت علي. تعال. شو تريد انت؟ ما تدري شو تريد؟ اجيب لك دجاجة هسه تاكلها. اللي بسيفسه ما اكلتها مو؟ اجيب لك دجاجة لا تريد؟ هسه اجيب لك. انا ضامله بالمجمدة، ضاملهن يعني ما اخليهن بدون اكل. بس اثبت لكم الفحل. شوف ما قاعد ياكل من هذه الزر، شوفونه ما اكل من يمه. راح اجيب له خبزه احتياديه وانطيها له وشوف. زين شوف يا الافضل خبزه عنده لو هذه اللحم. خلنا نركب عليك. تعال وقف. والكام ماك احترامات. يلعب عليها هو ما ياكلها. ولا هسه شوفها عنده وهي ما لها شغل بيه. عافوره. شلون كلها؟ لا والله هي كلتها نفيه. شوف اكل الخبزه وما اكل الفسيفس المريض. هاي هسه ثبت للمتابعين بانه الذيب يعني يميز، ما ياكل الجيفه زين، وما ياكل حتى المريض. البعض منه مو كله. هسه انا هاي عندي كلت مثل ما شفتوها، كلت هاي الفسيفسه مريضه. هذا ما اكل مريض، ما اكل الفسيفسه مريضه.
ودائما يشوفون الطيهم الدجاج ميت، يقول لك يابا شلون الذيب تقولون عليه مو على استناد ما ياكل الجيفه؟ لا، الميت يختلف. الميت طري اذا تجيب له ميت، هذا الميت هذا يجيبونه دجاج صاحي 100%. لكن مسافات مثلا يجيبونه اكو بي شمالي، يجيبونه من الشمال، الوكلاء هنا الصفاطين بكل محافظات العراق اكو صفاطين يشترون الدجاج جمله ويبيعونه لاهل البسطيات والمحلات. فهذا تكدس والطريق بعيد يموت من يمه وجبات، كل قفص يموت بيه وحده اثنين، فتنجمع قونيه قونيتين اكثر. بس مو سبب يعني هذا بيه مرض انفلونزا او قنبوره او نكاس الميت. هذه الامراض اللي تصيب الطيور فيروسات ذيك، هذا مو فيروس، هذا يعتبر اختناق عند الطير. فهذا ما بيه مشكله، واحنا نجيب لا بيه زراقه لا بيه يعني جديد، فياكل الذيب متعود عليه واللحم مالته طبيعي. اما هسه هذا طير الفسيفس انا من شفته اللون مالته صاير على شكل صفار، حتى احنا ما كناه، لانه دائما لحم الطيور تكون نفس اللحم مال الاغنام، يصير اللحم مالته على شكل احمر. ما هذا شفته منخور بهذا الشكل وصاير اللون مالته شلون الوردي على بياض. فاعتبرته مريض انا. حتى يعني هذا الذيب شوف قد يعني ذكي، وثبتت لكم انا ذكاء الذيب هذا الفيديو، وشلون يعرف هذا الاكل مو صحي ومو طازج. شوف سبحان الله. هذا من السرقي، تندل السرقي، حتى السرقي يريد يندله. شوف هذا السرقي صعد على السرقي شمه، عم بلوى طلعت. فاخواننا اللي نريده من عندكم تدعمونا بالاشتراك وتدعمونا باللايك. اللايك يصعد الفيديو لاكثر عدد من المشاهدين، والاشتراك تحفيز لنا واستمرارك ويانا، وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. والناس اللي تقول ما جاء عاد يوصلنا شعار القناة، القي الاشتراك واشترك من جديد، فعل الجرس حتى يوصلك كل فيديوهاتي. ان شاء الله راح ننزل لكم كل جمعة حلقة. وانا هذا الفيديو يعني والفيديوهات اللي قاعد انزلها فيديوهات عفوية. الناس ربينا هاي الذئاب، والناس حبت التصوير، نصور لهم على الذئاب، وتريد تشوف الذيب البري ولقطات عن الذئاب البرية والحيوانات من هذا الباب. فاحنا دعم استمرينا، دعم من عندكم وتشجيع من عندكم وطلب من المتابعين. اكو ناس قاعد تتواصل ويانا عن طريق الواتساب وعلى التليجرام، وتطلب من عندنا ننزل فيديوهات وشرح عن وهذه الفيديوهات اللي نشرح بها عن طعام الذيب وتربية الذئاب ومعلومات عن الذئاب. فهذه الناس هواي حبت هذه الهواية، هواي ناس ربت ذئاب وانتشرت الذئاب في عموم محافظات العراق الجنوبية والشمالية، وانتشر بالمنتزهات والحدائق.
والناس تريد يعني يعتبرون احنا اكثر خبرة واكثر تجربة بهذه الحيوانات وممارسين. تعرفون اللي الحيوانات اللي تولد عندك وتحضن الجراوي، يصير عندك خبرة من خلال تجاربك مع هذه الحيوانات. فاحنا ننزل المعلومات الصحيحة اللي حسب تجارب يعني ناجحة عندنا، ننزلها للعالم. خير الناس من نفع الناس. نحب ننفع الناس اللي قاعد تتابعنا من جميع المحافظات وخارج العراق، اللي حبت هذه الهواية، هواية الذيب. وحولنا هذه الحيوانات المفترسة الضارة من حيوانات برية ضارة بأصحاب المواشي وأصحاب البادية إلى حيوانات أليفة مع الأطفال مع الحلال بصورة جيدة. وهيئنا الجو الملائم والمكان الملائم بهذه الصورة، مساحة واسعة وارتفاع وتهوية تضربهن إشعاعة الشمس وصورة جيدة ومكان واسع يستدار به 200 متر مربع كقطعة أرض بالولاية هذه. مسويها أنا عائلة كاملة 12 نفر تسكن هذا المكان. تسكن هسه انت لا تقيس على الرجال، زين. هسه النساء مو قاعدة بالبيوت ما تطلع، زين. هاي 200 متر مساحة واسعة لهذه الحواوين وهن أليفات، زين. تعاشات بهذا المكان، واحنا قاعد نكاثرهن ننشرهن كحيوانات أليفة. أنا أشوف هذا الذيب بالصحراء يفترسك ويفترس كل شيء قدامه. هسه هنا لا، بالعكس، هذا حيوان أليف وعن تجربة، والناس تقول لك يغدر بعدين وهذه. احنا لا، مربينا قديم ل 2012 وعندنا خبرة عن تربيته وعن لقاحاته وعلاجاته والطريقة اللي تربيت وتحضن بها الجراوي ومدة الحمل وموسم التكاثر. فهذه الفيديوهات ننزلها للناس اللي يحب يستفيد عن أي موضوع بخصوص الذيب، يبحث بقناتنا، وهي قناتكم إن شاء الله، بها معلومات للناس اللي حبت الهواية وتطلب من عندنا هذا الشيء. احنا ناس تطلب من عندنا، ترى عندنا مراسلاتهم وهذه، فيردون توضح لهم عن كل موضوع طرحناه احنا، ناس تطلب من عندنا نوضح لها. يوم ان شاء الله نثبت هذه النقطة كمعلومة. يعني انا كانت عندي موجودة، لكن اليوم هي موجودة، بس اليوم صارت يعني موثوقة مثل ما يقول. احنا الشيء اللي نوثقه بنفسنا اللي نعرض عنه ونقول عنه. شفتوا هسه هذا الذكر الذيب، شفتوه هسه انتم شلون ما اكل الفسيفس، لانه الفسيفس مريض. هذا الشيء يعني ثبت بان الذيب ما ياكل الجيف ولا ياكل المريض، البعض منه. ليش؟ لانه النثية هسه كلت، نثية كلت وطبيعتها زين. اما الفحل لا، ما قلت لكم هو البعض، مو كل الاصابع مو كلها سوا. سيقول لك الذيب ما يتزوج المحارم، البعض منها ما تتزوج المحارم فعلا، زين. لا، البعض منها تتزوج المحارم. لا، مو شغلة يعني اصيل ولا مو اصلي او بتضريب. لا، هسه الانسان هو مو كل انسان، هم بي فاسق وبي خوش ادمي، بهم ما يحترم المحارم ولا يحترم الاهل. ولا انتم تشوفون الجرائم اللي قاعد تصير والشغلات اللي تصير.
فما شوف هسه هذا الفحل هسه احنا نعتبره مميز. هسه هذا راح اجربه يتزوج المحارم او ما يتزوج المحارم مستقبلا ان شاء الله. انا احب ابحث عن هاي الامور واحب ابحث عن هاي المواضيع واستكشف عن حيوانات اللي اجا للسامعين اللي انا اربيها واقتنيها، لازم اعرف عنها كل شيء اعرف عنها واستفيد من التجارب اللي تحصل عندي. هسه مثل هيك يعني ذيب، مثل هيك ذيب يعني انت بعد ما اكل عندك هسه هذا المريض، فيعتبر هذا الذكاء مالته خارق وحاسة الذكاء والشم يعني عالية جدا. ولا هسه شوف هسه حتى ليش قاعد تاكل بيه. هاي رعنة كل شي تاكل. تعال جون، شو انت شنو اليوم مالك خليك؟ شنو السالفة؟ قل لنا، ناس اللي يشوف عيونك ذني الحلوات. ايه هاي عيونك والله سنونك. افتح حلقك، افتح حلقك، فتحه. اللي نريده من عندكم تدعمونا يعني باللايك حتى يصعد. يعني هاي المقاطع الحلوة كويسة، قد ناس جت ورانا جت مقاطعتها فيديوهات تافهة، معلومات يعني ما بيها فايدة، وقاعد تصعد مليون ومليونين. واحنا صارنا هاي السنين كلها من 2016 بدينا على اليوتيوب، ولهذه الساعة وناس طلعت ورانا ب2020 وب2022، وهسه صعدت قنواتها مليون ومليونين. والله يرزق الجميع، حتى المحتوى اللي عندهم تافه. لكن ما اعرف الناس اللي جاي تشاهدني 8 مليون و10 مليون تصعد عندي مشاهدات، ما عندي اشتراكات. احتب عليكم اخواننا العراقيين، احتب عليكم من جميع المحافظات، لازم تدعمون ابن بلدكم اللي يربي الحيوانات البرية ويصطاد الحيوانات البرية، وفخر للعراق والدول العربية يصيد هذه الحيوانات كبرية مفترسة، يتمكن من صيدها ويروضها بهذه الصورة، وانتم تبخلون علي باشتراك او لايك. زين، شكو انسان غيور على بلده وعلى شعب العراق ومن جميع الدول العربية اللي اريده من عنده يصعدني. والله ما عندي اي عنقاية بيها، بس انا انقهر من اشوف ناس عندها محتوى هابط، محتوى غير هادف، محتوى غير بي يعني، ويصعد مليون او مليونين. وانا عندي مشاهدات، عندي 8 مليون، عندي 200,000 مشترك، يعني حدود 200,000 مشترك راح اصير. لكن الناس تشوف هي ما قاعد تشترك، السبب ليش ما اعرف. شكو انسان غيور اريد يخلي اشتراك ويدعمنا بالاشتراك، ويريدكم تصعدوني، فضل الله وفضلكم.
وانا قاعد اصور لكم مقاطع كلش حلوة اللي يشوفون الحيوانات البرية، و عن قريب تشوفون الذيب، تشوفون مثلا راح ان شاء الله انوع لكم عن الطير الخضيري والطيور البرية والحياة البرية، وفيديوهات ان شاء الله كلش حلوة قاعد انزلكم. اكو صعود عندي بس الصعود كلش ضعيف، يعني الناس قاعد تفتح قنوات تصعد راسة وانا قاعد اتعب، الناس تشاهد وما تشترك، اشتراكات ضعيفة كلش، لان نرجيه من الجميع اللي نترجاه من عندكم. ولأول مرة أجوز أطلب هيج طلب وهذه، بس أحاكيكم كأخوان إلي يعني، وأحاكيكم باسم الإسلام، وأحاكيكم باسم الدول العربية، أخوكم من الدول العربية، تدعمون مثل ما يقول المنتج مالتكم. يعني شلون يقول لك تدعم المنتج البلدي، فهذا يعني أنا من عندكم وبيكم إخواني. محافظاتنا البصرة، العمارة، بغداد، السماوة، كل المحافظات، المحافظات الغربية، المحافظات الجنوبية، من الشرق للغرب، أريدكم تدعموني بالاشتراك. انتم اخوتي وانتم ناس اعزاء علي واشكركم انا جزيل الشكر، واريدكم تصفون قلبكم وياي، والناس اللي مختاضة مني، الناس اللي يعني شايفة علي مثلا ماخذة علي غير نظرة سوء، فيوجه لي رسالة او نصيحة او يقول لي يابا هذا مثل ما يقول انت هيك. اما اتقبل منا النصيحة، اتقبل منا شيء، اتقبل منكم كرائي عندكم او شيء تردون انزله لكم غير شيء، انا هم حاضر. لكن انا بديت بالتصوير، هذه الناس حبت هذا الشيء، صور على الذئاب وشلون طبيعتهن وشلون تكاثرهن وشلون تربيتهن ونشرتهن انتشار واسع، والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ولي، واللي انا خليت هذه الذئاب تنتشر. الناس شافت فيديوهات هاي من الدول العربية، من العراق وخارج العراق، وحبت هاي. هم ناس جاي يخابروني يقولوا لي ياب احنا شفناك تنشر وشفنا فيديوهاتك وشفنا الذئاب وتعلقنا بهذه الهواية، والناس صارت هواي عندها هواية. الهدف بالموضوع احنا نشرنا هذه الذئاب، نشرناها يعني من طريقك، وبها ناس بعنا لها، وكو ناس جلبت من غيرنا، وناس هواي صارت بهذه الامور، بيها تكاثر ببيوتها، وبيها بيع شراية صارت. فتداولت هي هاي. بالبداية كانت عندنا حجز يحجزون هذا الذيب، حجز يحجزونه عندي، بعدين قبل لا يولد هو محجوز، يابا ما يصير، قال لا احجز، ما كانوا يحصلونه. هسه انتشر انتشار واسع وانتشار جميل، وكحيوانات أليفة وهذه. فاحنا الناس هدفنا قلت لكم الناس هي اللي خلتنا نستمر بهذا النشر، وناس حبت هذا الأمور، وانتشرت هذه الذئاب كحيوانات أليفة، وحافظنا على الثروة الحيوانية من الانقراض. وهي اخوان هي كلها جاي هسه، كلها جاي الطيور الذئاب كلها جاي تهاجر بسبب قلة المياه عندنا بالعراق. وانا قلت اكثر من مقطع، المياه نشفت، الاهوار نشفت، المستنقعات نشفت يعني من المياه هاي. كان الاهوار حتى الناس اللي تسكن الاهوار هي البشر، يعني يقدر يسوي له بير، يقدر يسوي له شيء زين، وهاجروا من الاهوار.
الهوار العراقية، أصحاب الدواب وأصحاب الحلال. فايش قد كانت تعيش عليها أسماك هاي الأهوار، ايش قد تعيش عليها طيور، ايش قد تعيش عليها هاي الذئاب، باقي الحيوانات. لأنه هو المطر يجيب الزرع، والزرع يجي الأرنب، والأرنب تجي الذيب، ورزق الناس على الناس ورزق الكل على الله. احنا اكو مواضيع قاعد نعيدها لأجل الناس اكو بيها تتابعنا، تابعتنا بالفترة هاي القصيرة الأخيرة، فنسولف لهم عن هاي الأمور. والمياه هي السبب الرئيسي لجمع الحيوانات والإنسان، وكل كائن يحتاج المياه. فاحنا مثل ما قلنا لكم متابعينا الأحبة، هاي الذئاب احنا خليناها تنتشر وجاعت تتكاثر. يعني وصلت الدول العربية، جميع الدول العربية صارت هسه عندها تربي ذئاب بالحدائق العامة مالتها، وتربيها بالمنتزهات والبيوت. هسه احنا عندنا بالعراق صار حتى فوق السطوح كثير ناس تربيها بالبيوت كحيوانات أليفة انتشرت. واحنا لازم ندعم، يعني ندعم هاي الهواية. هسه وانت بس التحدق بالنظر إليه هذا يكفيك. في العدسة ما تطلع هسه بصورة جيدة، صورة حلوة، لكن بالحقيقة من تجي تقعد هنا مقابيله على هذا المنظر جميل وتشوفه بهذه الصورة ترتاح نفسيا، لأنه حيوان بري وحيوان مفترس، تشوفه كحيوان أليف. احنا لازم يعني ندعم اللي يحافظ على هذه الحيوانات. هذه الحيوانات نربيها كحيوانات على وشك الانقراض، وحيوانات منقرضة ومنعدمة ومفترسة شي جميل، ومؤذية تحولها إلى حيوانات أليفة وتنشرها كحيوانات سليمة وتكاثرها. أولا تحافظ عليها من الانقراض، وثانيا تنشرها كحيوانات أليفة. زين. واحنا لازم ندعم الخيول العربية. ليش هسه الخيول العربية بالعراق عندنا شبه لانعدمت؟ اكو ناس عندنا محافظة على هذه الخيول العربية. لازم ندعم هاي الناس، ندعم الناس. ما اقدر اذكر اسماء يعني اقول فلان وفلان، اكو ناس معروفة هنا عندنا بمحافظة واسط، والمفروض احنا ندعم هاي الهواية، ندعمها بأعلاف، ندعمها كمربط. يصير عندك هاي الخيل، ادعم يعني اصحاب الخيول. هسه الناس من جلد، هسه عندنا مثل هنا بالمحافظة الكوت يعني واي ناس عندنا بالمحافظة الجنوبية الخيول العربية يهتمون بالخيول العربية. بس الخيول العربية بالنسبة لها أعلافها مكلفة، لأنه اعتمادها الأساسي على الشعير، غير الشعير ما يفيدها، لازم تنطيها علف. فلازم يدعمون أصحاب الخيول، لأنه تاكل كثير، وخيول تحتاج لها مكاليف ومصاريف هواي. أدعم أشجعه بشي بسيط
لو هسه ميدالية سعرها 1000 دينار او رابطة اسوي له، او اسوي لها مثلا ساحة ميدان، او اسوي لهم مسابقات مثلا من قبل الدولة، تشجيع من قبل الدولة. مثلا من عند اليوم اجمل خيل، هي قاعد تصير هذه الامور، قاعد تصير اهليا يعني يسوونها، لكن احنا نريد دعم من الدولة لهذا اصحاب الخيول. هذا الدعم يسوي تشجيع العالم ويحفز العالم ويخلي العالم تدعم لك هذا المنتج، كخيول عربية تنتشر، مرابط تصير وتصير لها مسابقات وخيل الجمال من قبل الدولة. خلي اهتمام شوية. احنا نناشد رئيس الثروة الحيوانية بالعراق يهتم بالثروة الحيوانية ويشجع له بشيء بسيط. زين، ازور العالم هاي اللي تحافظ واشجعه، اقول له يابا اشكرك انت، هذا خوش هواية وعاشت ايدك عليها، فهاي ما تخسر شيء، انت تسوي لك اعلان لنفسك ولا شجع الناس. هسه الناس ما تعرف. زين، فمثل ما قلت لكم اخواني الاعزاء، اخواننا طولنا عليكم بالفيديو هذا، لكن الفيديو هذا مثل ما يقول، اكو ناس تحب الفيديوهات الطويلة واكو ناس تحب الفيديوهات القصيرة، واحنا قاعد نسولف هيك سوالف للناس، شوفوا لقطات للذئاب كلقطات حلوة وكلقطات جميلة مثل ما تشاهدون أحبة المتابعين. واحنا اللي نريده من عندكم مثل ما قلنا لكم تدعمونا، وحتى نستمر وياكم بهذه الهواية. وناس ان شاء الله نريدكم تدعمون كل انسان عنده هيك هواية وعنده يحافظ على الحيوانات. اذا انت تدعم وذاك يدعم الخيول والذئاب والحيوانات اللي على وشك الانقراض، هواي حيوانات. شكرا للمتابعين، في امان الله وحفظه.